هو احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن طاقة الاستقبال، وقلنا ان دي من علامة الأنوثة المكتملة. النهاردة هنتكلم عن مفهوم برضك من مفاهيم الأنوثة المكتملة، وهو التقبل. انت بتتقبلي نفسك ازاي لما بتبصي على نفسك في المراية؟ يا ترى بتقولي لنفسك ايه؟ ان انت حابة شكلك ولا مش حباه؟ يا ترى مثلا لما حد بيجي آه يقولك او ينتقد حاجة فيكي، بيأثر فيكي ولا انت فعلا بتبقي واثقة في نفسك؟ اهم حاجة تكوني واثقة في نفسك، واثقة في شكلك، في صوتك. مفيش اي كلمة بتأثر فيكي. لو انت فعلا وصلتي للدرجة دي، اعرفي ان انت طاقة الأنوثة عندك مكتملة متوازنة. لان الأنثى المجروحة دايما ما عندهاش ثقة بنفسها، ودايما لما تبص على نفسها في المراية بتحس ان هي فيها حاجة غلط. مش عاجبها شكلها، مش عاجبها لبسها، مش عاجبها صوتها. دايما بتنتقد نفسها قبل ما اي حد ينتقدها. فارجوكي ارجوكي حبي نفسك زي ما انتي. شكلك، صوتك، طريقتك، تعليمك، اهلك، حياتك. لو في حاجة عايزة تتغير عادي، بس تتقبلي نفسك في الاول. لانك لو ما تقبلتيش نفسك، محدش هيديكي اي دفعة من بره. الدفعة دايما بتيجي من جواكي.